هو ده الوقت اللي انا بحبه، ده هو ده الحظر ده. بلاش البط. هتروح فين؟ مفيش اي مكان تروح، انت قاعد. تعال والله يعني انت صعبان عليا شويه، فانا ممكن اسمح لك فاهم باكله بسيطه، او اللي هو حاجه كده تروق بيها وانت بتتفرج، انما ما تاكلش كتير. عايز اقول برضو حاجه دراميه كده، عشان احنا يعني اهل وعشره وعشيره. ازاي يا راجل؟ ازاي؟ انت بتعمل؟ الحمد لله تيمو فرايز ناجح ومولع الدنيا جدا جدا جدا، وبقى من التوب ريستورانت هنا في بني سويف. طبعا دي حاجه انا مبسوط بيها جدا وفخور بيها جدا. فانا في اخر 3 اسابيع دول اتسحلت سحله في المطعم مش طبيعيه، لدرجه ان انا مبقتش انزل ستوري انستجرام حتى اقول لكم فيها قصه طبيعيه. فانا حاسس نفسي دلوقتي بالنسبه للترندات وكل الحركات دي عامل زي رجل الكهف مثلا، او الانسان البدائي البوجا. الفيديو ده انا هسترجع فيه كل القوه بتاعتي. ام هير يا ترندات دلوقتي يا جدعان، ما بقتش تتعمل من بلوجرز ولا تيك توكرز ولا اي حد صانع محتوى لا بتتعمل من بني ادمين طبيعيين عادي جدا باوحش كاميرا موبايل في العالم. هي اهم حاجه بس عشان الترند يضرب لازم يبقى عامل وزاره الداخليه. من ساعه الفيديو اللي عملوها بناء شعبان عبد الرحيم وهم بيناشدوا بيه الرئيس السيسي عشان يبعد عنهم الكراهيه مشاكل، وبجد موضوع التصوير ده بقى صعب. السلام عليكم. استغاثه لوزير التربيه والتعليم. مدرسة السلام 2 ابني دخل في المدرسة بالشنطة، طلع من المدرسة. هو بجد نظراته بتدي نوع وزير التربية والتعليم يا امي، بجد وزير التربية والتعليم بسأل على الشنطة قالوا له المدرسة العيال خدوها رموها من المدرسة التانية. رحنا المدرسة التانية ما لقيناهاش. هو مش مصدق ان وزير التربية والتعليم ممكن يحل في الموضوع. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ ابني معهوش كتب وكل الحاجة اتسرقت من الشنطة، والشنطة نفسها كلها اتاخدت. اهو بص شغالي، بص هنا، بص ده عامل كارثة ده، وربنا عامل مصيبة. انا عايزة بس حد من المسؤولين يرد عليا ويقول لي انا اعمل ايه؟ يعني ايه يعني اصور الورق يعني؟ وكذا مرة اروح مليون مرة اروح المدرسة مش لاقيين الشنطة. يا ابن الحلال اطلع بالشنطة احنا عارفين ان هي معاك خلاص. اطلع بالشنطة قول ارجوك. امك يا ابني صعدت الموضوع اقسم بالله تروح لترامب بعد. لا بعد كده بقى ابني يخش يجرى له حاجه جوه المدرسه ونقول ان الواد ما نعرفش ايه اللي جرى له جوه، يموتوه يعني ولا ايه اللي يحصل بالظبط. يا جدعان مين طفل تاني في سنه قده كده يعني. اقسم بالله ده مدير اداره، ده الناظر بتاع المدرسه، ده الناظر اللي قال لها صوري الورقه. بتقول كلنا ولادنا. طب ابن حضرتك ويا سعاده المحافظ يعني امه متجننه عشان الكتب. الموضوع طبعا ما ينفعش يسكت، يعني شنطه عصام ضايعه يا جدعان. ما ينفعش الموضوع يقف لحد هنا، لازم يكبر، لازم بلبن يتدخل. المال الحلال اهو، والشنطة تحت اهو، المال الحلال اهو. كمان يا جدعان طبعا عشان يعني فاهم اوضح لكم، الزبون ده كان مبدل الشنطه بتاعته بسندوتش لانشون. اصدقها اقسم بالله صدقها. انا ما اكلتش دوش اللانشون ده خالص. لا ده ما تزيدش ارجوك، ما تزيدش. باين قوي. خلينا عارفين يا جماعه ان التصوير ده سلاح ذو حدين، زي ما في تصوير بتناشد فيه وزير التربيه والتعليم عشان يحل لك مشكلتك، في طبعا تصوير تاني خالص سلاح. اهو يا حبيبي اصورك برضه. ايه ده؟ بجد والله انت تعملي طبعا انا مش هعمل لكم زي بيت الناس ولا اعمل كده بقى ومش سامع. لا انا سامع جدا وفاهم هي بتقول ايه. بتقول في بص يعني الراجل ما عملش، هو قاعد واقف بيتكلم مع مش عارف مين، جه 3 بنات ماسكين لهم الموبايلات كده فاهم، وكل ما تتكلم معاه يروح يمسك لك موبايل. طب يعني هو اللي بيمسك موبايل الاول وبيصور هو الفايز ليه؟ ما اعرفش مين دي داخله يعني انت شايف هو داخله فينا، ما داخله فينا تشتم ايه؟ اقسم بالله الفيديو مش مفهوم يعني فاهم. جم خدتها ومشت، خلص الموضوع، خلص الحوار. والله صح خليني اقول لك، هي كانت بتقول انت بتعمل حركات النسخه دي عايزني اسكت. بس انا حللت لغه الشفايف فاهم. في واحد بقى يا جماعه كان راكب ميكروباص، فلا الراجل سواق الميكروباص جنبه واد صغير ووراه ست، فهو قرر ان هو لا الواد الصغير ده مخطوف. ممكن عشان الواد الصغير فعلا كان اموره ومسمسم. ابوه فين يا اسطى؟ ابو الواد فين؟ ابني ايه؟ ابني ده ابني اللي عندك ده ابني انا ابوك وامي. ازاي يعني؟ امال هو عايز ابوه ازاي؟ ايه يا عم ايه؟ انت بتقوله ايه؟ امال هو عايز ابوه ازاي يعني؟ والفكره ان برضو الواد الصغير ده مش هو كده قاعد من لا شيء، قاعد جنب ابوه وامه ورا، قال لك انا عايز بابا. مره واحده قال لك انا عايز بابا.
يا عم ابوك جنبك. ده يعني مين هو ده؟ ايه؟ يعني ده ابنك ودي جوزك؟ ايوه. فين البطاقه ولا فين الحاجه تثبت اللي هو جوزك؟ ايه؟ اقف في جنب بس كده. عيل غتت، اقسم بالله عيل غتت. انت ابوك جنبك اهو. المهم يا جماعه، المهم تلعبوا عادي جدا، واللي ورا دي طلعت امه ولا في اي حاجه ولا حرام. بس بجد حركه قويه، حركه شجاعه من الراجل اللي كان بيصور. فعلا ممكن ما كانش ابوه مثلا. حاول تحط نفسك مكان حد حرامي مثلا، فاهم؟ وحد يقول لك ده مش ابنك وانت خاطف في الولد ده، هتقول له ايه؟ والله العظيم الله يكون في عون الحراميه. اقسم بالله في فيديو تاني يا جماعه بجد انا هموت والاقيه، اقسم بالله هموت والاقيه. يعني كان واحد تمام، بص تخيلوا الموقف. واحد تمام كان ايه ماسك عصايه وشومه وبتاع وايه ونازل فيهم تلطيش. راح مره واحده واحد تاني قال له يمسك له الموبايل كده، قال له خفت يعني لما طلعت الموبايل، يعني انت خايف من الكاميرا؟ فين يا عم الراجل وبتاع. راح مره واحده الراجل ماسك الشومه ونازل بقى على دماغه. فهو طالع بيقول طبعا الموضوع في الفيديو مضحك اكتر من كده، معلش انا تمثيلي سيء شويه. فبس تعالوا يا جماعه نكمل نطمن على باقي السوشيال ميديا. مؤمن كفاره يا معلمه سوزي، وربنا يا نهار ابيض ناقص بس شاكر ومين تاني والمعلم كرام. ايه ده كرام شكل اختفى صح؟ كرام شكل راح فين الراجل؟ عمر فرج وام عمر يرجعوا كده اللايفات يا لهوي على البرايم بتاع السوشيال ميديا. ده البرايم. فتح عيني. خلاص انا حاسس بخلاصه كده جوايا بقى. مونليو يا لهوي. استنى حالي والله العظيم. اتجوزها بقى قوي. اتفضل. لا بقى على السكه بقى. لا انا مش عارف الحته 17 برو ماكس الاورنج بيوزعوها، مش عارف يعني اي حد عايز يجيب هدايا بيروح يجيب 17 برو ماكس اورنج. يا اخوانا انتوا عارفين ضريبته كام؟ انت عارف ضريبته كام؟ ده اكيد غير مدفوع الضريبه. انا مش مصدق المفاجاه دي مش مفاجاه. المفاجاه اللي فيها اكتر من 4-5 كاميرات بتوزعها. لا تقتل المتعه يا مش. مرحب بالعوده وارحب برجوعك لينا انتنا يا فندينا تيمو العفوي جدا. انا عايزه سوري والله سوري، اقسم بالله انا ما لا استحق. لا عفويه دي عفويه اوفر، دي عفويه اوفر بصراحه. الحاجات دي تفضل عفويه وما بحبهاش لحد ما انا اعملها، فاهم؟ هتبقى مش عفويه، هتبقى كريتيف جدا يا ابني. كده المفروض خلاص بقى كده رسميا عندنا كابلز جديده يا ريس. كمان يا جماعه عرفت من اخبار الخاصه ان ميدو صمصم الصبو ده بصوت ريتشارد خوميدو الواد الايقوني ده. المشاكس ده سماسيمو بعد اذنك. معاك طفلة بريئة كنت بحبك، ايه هو دي النتيجة؟ بيكفي يا ابني ده رن التليفون يا معاك طفلة بريئة مع السلامة سوء اختيار إلى أكبر اختصار. كل سنه وكل البنات بصحه وسلامه. يعني انتوا قلتوليش رايكم في التدريجه بتاع العيد يا جدعان على السكه؟ سيبكم بالاغنيه دي بقى لا تصلح للسماع البشري. سماسيمو بعد اذنك. ارجع الميدو عشان كنت بصراحه بحب البيتزا بتاعتي. صراحه البيتزا الببروني والله العظيم واد مش طبيعي يا جدعان، اقسم بالله ميدو وسماسيمو نازلين في بعض طحن، وده في عالم تاني. فارجعي له يا سما ارجوكي. ميدو مسامح كريم خلاص. لا ده مش طبيعي مش طبيعي، ولا طريقه كلامه طبيعيه ولا دماغه طبيعيه ولا في حاجه طبيعيه. تقريبا هو اللي بيحب سماسيمو اكتر من اخوه اصلا. مع السلامة سوء اختيار فاهم كده اللي هو كده يعني اللي هو يعني انا متاثره وبتاع. سوء اختيار يخرب بيت الكلمات يا عم، يخرب بيت الكلمات. لما انا اقدم كل ده وفي الاخر يتسف عليا من شويه عيال صغيره. انا ما اقصدش سف، والله انا ما اقصدش بجد. هي الاغنيه اللي
بتصير استفزاز. اسمع كده يا اسطى، اسمع كده. مع السلامة سوء اختيار. خلاص طالما انا فضلت استر كتير واللي انتوا شايفينه على النت ده الله علاقه حلوه الله خرق لا كل انا بدات احس الموضوع ده داخل في الجد. هم شكلهم مشبشبين لبعض بجد، والموضوع ما طلعش ترويج لاغنيه سوء اختيار خالص. تتكلم بجد ليه؟ كانتوا اكيد راجعين لبعض وبتضحكوا عليه. اولا البيت اللي انتوا بتشوفوني بيه فيه واللي انا كنت فيه ومتجوزه فيه ده شقتي بيتي وحاجتي كلها حاجتي كلها بتاعتي طب متخيل يا ميضو، متخيل شايفك ايه؟ ده غير مليون الف حاجه تانية مش عايزه اجيب سيرتها، بس اولهم ان البني ادم ده قطع لي ايدي ده بجد مثير دماغي بجد. يعني ايه اللي هيوصل دماغه ان هو يمسك مثلا ايد حد وايه ايه اللي عملته عشان هو يعمل كفايه؟ يعني انا عندي اسئله كتير في الموضوع. يعني لو ينفع تنزلوا لنا الاسباب واللي حصل، عشان بس حاسس ان انا يعني خبرات حياتيه يعني بجد فضولي هيموتني. هو طلع بيتريق ويزيد مع الناس وخلى الناس تزيد عليا، خلى اللي هم حرفيا مش رجاله يتكلموا على عرضه. صلى على النبي. تمام. انا حاطط اغنيه رينج تون عندي، بعد اذنك تمام. عشر اغنيه بالرينج تون والله هحط اغنيه الكشري. ده بالنسبه لي ده كان محتوي، انما انك تبقى قاطع لي ايدي وبجح وبتدعي الدين وطلع تقول لهم انا من النهارده هصلي وانت وبتقفل ايوه شفتك. عشمان في طلب من كل اخت محترمه بالتباني وكل اخ محترم. صح والله صح والله بتكلم في الصح. الله انا شفت كام فيديو الميدو كده كان جامد والله، كان شغال بقى بيتكلم بيوعظ الناس كل سنه وكل البنات بصحه وسلامه. تعرف ان لو ربنا عاقبك على ذنب عملته هنا في الدنيا فدي من اعظم دلائل الحب، ساعتها تريح قلبك تعرف ان ربنا بيحبك لانه اختار ان هو يعاقبك هنا مش هناك. يا سلام يا اخي والله العظيم اخلاقك العاليه دي. عشمان في طلب من كل اخت محترمه بالتباني وكل اخ محترم. انا شايف ان الموضوع خلاص زاد عن حده والموضوع بوخ قوي واوفر. خلاص دعوا الخلق للخالق، كلنا بنغلط. مش قادر اصدقه، انا مش قادر اصدقه يا عم حد. يوه لا حاسس ان انا سطحي جدا بس مش قادر. كل سنه وكل البنات بصحه وسلامه. ولو انا خاين وابن 60 في 70 خلاص دعوة حلوة ربنا يسهلك، كان في بينا كتير حلو 3-4 سنين بس دي كفاية اظن. تسيبيني بقى انا بني ادم مش كويس ووحش. اقسم بالله انت فاجر والله العظيم، انت هيكون اكتر من اخوك. لك مش لازم 30 يا ابني، انت جايب لها كل سنه وكل البنات بصحه. يلا يا ياسر سمع عمو. يعني لكم ما ينفعش اضحك بشكل عائليه لو ضحكت هتخش النار ولا ربنا شايفك يلا. ده اقل رياكشن والله لما تسمع اغنيه مع السلامه سوختي. انت عارف اللي قلقني ايه واللي بجد هطلع اعمل عشانه فيديو تاني لو حصل؟ صح لو رجعوا تبقى مصيبه، تبقى مصيبه بعد كل ده، تبقى مصيبه. يبقى الحب يبقى زرخ، الحب يبقى معفن. عارف لما تستحمى بميه سخنه وتلاقي الميه السخنه دي مره واحده قلبت ساقعه، اعرف ان في شخص تاني بيستخدم الميه السخنه دي. شغل دماغك شويه. مش كان واقعي يعني. مش عارف اركز مع مين دلوقتي. طب اركز مع اللي بيبرد ولا اركز مع السخان اللي بايظ؟ بالله عليك ارجوك تقول لي انت قصدك ايه. الورقة والقلم خدتيني 100 قلم، انا شفت فيكي مرمر. في ايه مالكم كل واحد بيطلع المواهب اللي عنده ليه؟ وحشتوني والله وربنا وحشتوني يا جدعان. يلا هو عائله محمود الجامع ربنا وحشني فشخ بجد في الليالي الحظر دي لازم لعنة التنمر بجد لازم. ليه اللي جاي لي اجنبي عايز عليك تطبطبي وتركبي وش الخشب. خلاص
ضيعت مجهود وامنيه والله العظيم. تعالي ليه يا عم؟ مش ناقصاك على الصبح، يلا امشي. يا عم انت كنت ممكن تقولي الله يسهل. يا بنت غوري يا بنت. مش تغلط فيا يا عم. بنت ما تعصبنيش يا بنت، مش ناقصاك على الصبح. مالك يا عم؟ يلا امشي. في يلا انت كمان يلا. انت عن الراجل بتاعها، انت عن الراجل بتاعها لما احطك في شنطه العربيه دي. راجل زعلان ليه يا عم؟ خدها وغور في داهيه انت وهي. ما تخليش في سكه واتشه، ايه ما خربشها لك. وربنا اعملك ستيك يا لا اعملك سماش برجر، عارف اعملك ايه؟ هتعسل. خلاص يا عم مش هعرف عربيتك. هجيب لكم العسكري والله. خلاص يا عم. كان في يا جماعه موقف عايز احكيه، مش عارف انا حكيته قبل كده ولا لا، بس لازم احكيه عشان انا بكره كده. يعني انا كنت راكن في اشاره هنا في بني سويف على الكورنيش، تمام؟ الناس بتوع سوا عارفينها. فالمهم في بنت هناك بتكرهني فشخ بتبص. تعالوا اقول لكم بتكرهني ليه، يعني هو ده الموقف يعني. موقف هيضحك وكده. المهم فانا كنت رايح في الاشاره وكده، فانا كنت اول عربيه في الاشاره، تمام؟ فهي يعني بنت لسانها طويله، قلت ادبي. فاول ما دخلت فاهم، هات يا الجنيه اهو، وتعمل كده، هات يا الجنيه اهو، ايه شكلك اللي عامل زي البنات ده ياض، هات جنيه اهو. عارف انت ليه عايزه توصلك لنقطه اللي انت تستفز في تديك بسرعه، اللي بتلغوري بسرعه، ده عيوني ده احلى جنيه والله. مسكت المحفظه، اشتغلت بقلب وبتاع، فاهم؟ كان باقي تقريبا 40 ثانيه في الاشاره، اشتغلت اقلب وبتاع، واحد اتنين واعد لها فلوس. بعد كده جيت عند الاشاره، خلاص انا مقدرها معايا، كل ده مقدرها، مخليها سايبه كل العربيات دي وموقفها جنب، فاهم؟ فجيت الاشاره اول ما عملت 3 2 رحت رافع الازاز. رافع ازاز وماشي بقى، فاهم؟ فبص ورايا الاقي واحده تعمل وتخبط كده. عارف انت ضيعت لها ال 40 ثانيه الراش تايم بتاعها. والله العظيم موقف الحقيقه بيضحك فشخ، فاهم؟ بجد. وبقت كل ما تشوفني بقى ماشي عربيه تجري تشتمني. بتعمل كده وداخل الاشاره دي. مرمي يا ماما حبيبي. ايه لا انتوا كده بقى اقسم بالله دول كانوا في اكتر كابل توكسيك على تيك توك. دول ايه يا جدعان ولا وفي يا جدعان فعنيك حنان ومن وضمن والله مش عارف ازاي. طب بتعملوا ازاي تتعود يا انا كده عفوي جدا. لا مؤاخذه هعيدها من تاني. ازاي يا راجل والله يا جماعه ربنا يتمم لكم على خير، كلكم تتجوزوا. بس هحس تيك توك ده سكريبتد، يعني في حاجه غلط. ازاي اللي بيسيبوا بعض بيرجعوا، وازاي اللي بيسيبوش بعض بيتجوزوا؟ انا هخش اطمن على ام خالد، لو لقيتها رجعت لابو خالد اقسم بالله السوشيال ميديا دي هتبقى كل سنه كل البنات بصحه. وحشتوني اهلا. هي ما اتغيرتش، ولا راحت، هي صباح الفل ام خالد اهو. كل سنه كل البنات. مين اللي بقاله كتير قوي ما تطرطش عليه الزيت؟ انت. كفايه عفو يا تيمور، كفايه عفو، وكفايه تقول على نفسك عفو عشان تبقى عفو. هنخش في لوب مش هنخلص. قلت والله العظيم ما تعدي كده الساعه 2 بالليل وبطني بتتقطع من الجوع. طبعا عارفين انا دلوقتي هعشيكوا ايه. كفايه طرطشه يا ام خالد، كفايه عفويه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزاكم تكلموني عن الجمال والحلاوه. الو، ازيك يا ابو خالد؟ الاخبار؟ انا جاي اكلمك على خطيبتي، الجمال والحلاوه كلها معلش حبيت بس ام العيال بجد. ايه ده جوسي ولوسي وموسي وبوسي، وبصوا كل حاجه. بصوا الجمال والحلاوه، بصوا الجمال والحلاوه. ام العيال خلاص يا جماعه، كده نكون خلصنا الفيديو يا اخواتي. كده اطمنا على السوشيال ميديا كلها. مش عارف طمنت عليهم كلهم ولا لا، بس يعني معظمهم في الحبس ومعظمهم خلاص يا جماعه، يلا مع السلامه. يا سو اختي مع السلامه. فاكر يا حماده ايه؟ رايحين تصلوا العيد ولا رايحين حنة شيماء؟ حنة شيماء؟ لا احنا رايحين حنة طنط الجنط يا حبيبتي. هو ليه كله عامل كده؟ ليه كله بيتكلم كده؟
حتى اللي بيمشي، حتى اللي جاي من بعيد حاجه. كنت اسف البقى، كيف البقى؟ هي دي خلقت عن ربنا بشعرك دوت. ده شكله عامله عند وحيد لاشين. وحيد لاشين كده فهمت الصح غلط معايا. ده اسمه حاتم خريطه من ميدان نجاة. طب يا حاتم خريطه انت اللي زنقتها، اتفضل. كانش لازم تزنقها يعني، ادي جيت استهلفت. واصحح لك دلوقتي. يا جيكا يا جيكا يا استاذ خريطه انت ما كانش ينفع تعمل لها كده. كانش ينفع تعمل لها كده في وشها بجد. انت ما صححتلهاش. انت عورتها. يا روح قلبي يا نهار ازرق، ايه اللي عمل في عين امك كده يا بنت؟ انت حاتم خريطه بس من اكونت تاني او قبل ما يصبغ شعر مثلا. انت ليه شبهه؟ انت على فكره شبهه حاتم خريطه يعني. سكه ولا غير سكه؟ انا 50 مره اقول لك ما تنزليش باللبس ده، وانت بتعنديني وبتنزلي بيه. انت بتتلاكك صح؟ بتتلاكك عشان خايف يروح يصحح لك وك. صح هاتها بقى ده في اللبس. خريطه مش هينفع اللي انت عملته ده خطيبه. بتزعقوا ليه؟ بتزعقوا ليه؟ كلكم بتزعقوا ليه؟ كلكم بتزعقوا ليه؟ يابا اللي بيراضي العباد ربنا. بنت كانت مستقبضه وخدت العيديه، عيد سعيد عليها. يا اسطى والله العظيم انت اقسم بالله انت اللي نكشت، انت اللي زنقتها. انت ليه؟ انت ليه؟ انت فين؟ دماغك دي فين؟ سبتها عند وحيد لاشين ولا؟ مع السلامة سوء اختيار وراقي ده